مشكله موجوده عند معظم البنات، او معظم البنات بقت بتقابلها اليومين دول. بص يا رضوى، انا بصيت، انا اتعرفت على شاب اصغر مني بسنتين، وهو كان عارف سني وكان معجب بيا جدا. وفي الاول سالته هو فرق السن ده مش ممكن يبقى مشكله مع اهلك او يعترضوا؟ قال لي لا مستحيل. ليه؟ لانه راجل. هو عارف انه الراجل اهله ما لهمش دعوه باختيار شريكه حياته طول ما هي ما عندهاش اي مشكله في الاخلاقيات او السمعه او عندها مشكله في عيلتها. فعشان البيء راجل، لا لا مستحيل، احنا ما بفكرش بالطريقه دي. تعلقت بيه جدا لانه كان لطيف، او كان الطف حد قابلته في حياتي. ملاك، ملاك يتحط على الجرح يطيب. بعد فتره مش كبيره، حوالي شهرين، سافر لاهله ولسبب غير مبرر بقى غريب جدا. المهم باختصار معاملته اتغيرت 180 درجه. فقلت له انا مش هسمح ان حد يعاملني كده، ولو عندك مشكله man up، يعني استرجل بالعربي man up، ها، وخليك صريح. قال لي انا اتخانقت مع بابا بسببك، مش علشان فرق السن، ابسولوتلي لا. هو سألني، بابا سألني انت ريدي؟ قلت لا، انا مش ريدي. انت جاهز يعني؟ قال لي لا لا. قلت له لا انا مش جاهز للجواز. شويه مبررات بالنسبه لي ساذجه. المهم قال لي نفضل صحاب، نبعت لبعض ميمز، وانه يعني انا مش المفروض اتعلق بحد بسرعه كده، يعني ان هي البنت اتعلقت بيه بمنتهى السرعه علشان مصلحتي. بينصحها كمان بجح جدا، مع ان هو برضو نفس الشخص اللي كان بيقول لي انا عايزك تثقي فيا علشان عمري ما هغسلك، انا راجل وما بقولش حاجه غير وانا واثق فيها. السؤال بقى، لما هو مش ريدي كان جاي ليه من الاول؟ ده كان بيزن اني اعرف اهلي كلهم ان هو دخل في حياتي. السؤال بقى، لما هو مش ريدي كان جاي ليه من الاول؟ انا هرد عليكي بالسؤال ده. هو انت بتقولي ان هو مش ريدي للجواز، ولا انت بتسأليني هو مش ريدي للرجولة؟ هو مش ريدي ان هو يبقى راجل، مش ريدي ان هو يتجوز. هو مش ريدي، هو مش مجهز انه يبقى شخص مسؤول. هو مش مجهز ان الراجل اللي بيتربط من كلمته، ده اللي احنا اتعلمنا وتربينا عليه. انت سؤالك غلط يا ماما. هو مش جاهز للجواز، هو مش جاهز ان هو يبقى راجل. لا، دي فيها دروس مستفادة كتير. واحد، الرجالة بتتصدق من افعالها مش من اقوالها. اتنين، في رجالة غير ريدي او غير جاهزة انها تكون رجالة. تلاتة، نبطل نقول انه عشان احنا اكبر منهم بسنة او اتنين او تلاتة او اربعة ففرق السن هيعمل مشكلة وباباك ومامتك هيقفشوا عليا. ده في يعني دلالة عظيمة في الفرق ما بين ستنا خديجة رضي الله عنها أرضاها في السن أو في العمر والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أربعة، ما فيش حاجة اسمها أهلك يرفضوا أهلك يقبلوا. طالما أنا حسنة السير والسلوك، طالما أنا ما عنديش حاجة مشينة في حياتي، طالما أنا ست مش سيئة السمعة، يبقى أهلك يرفضوا أو يقبلوا ده حاجة بالنسبة لهم هم، مش بالنسبة لي. إيه التقييم ده؟ خمسة، إيه الميمز دي؟ ده عيل، عيل، ده ميمز. ايه اللي انت عايزكم تبعتوها لبعض؟ اللي هي البتاع اللي هي بتعمل كده دي في الواتساب، والحاجات اللي هي بتقعد العيال اللي بتقعد تضحك وتكركر دي، ده اللي انت كنت عايزه تتجوزيه؟ ده كان هيبقى بابا العيال؟ بقى غير مؤهل. انت عارفه انت كنت اتجوزتي العيل ده، يعني كنت هتبقي مسؤوله عن كل حاجه، اكل وشرب ودخل وتربيه عيال وفلوس. عارفه من اللي كنت هتبقي من الستات الشقيانه، اللي هو كنت هتبقي ايه زي ما بيقولوا ايه، طفحانه الكوته، وبابا في الخلفيه بينظر عليكي، وماما عماله تقول لك لا ده عاجبني ولا ده مش عاجبني، ولا ابني حبيبي ما ياكلش الكلام ده، ايه ده ايه ده ايه ده، انا ابني حبيبي ما يعملش كده. مناظر بقى. فسؤالك انا جاوبتك عليه.
ويا ريت بقى كل البنات اللي بتتفرج عليا وكل الستات اللي بتتفرج عليا، احنا يا جماعه بيبي هنبتدي نصدق الحاجات اللي بتتعمل لنا، مش الحاجات اللي بتتقال لنا.